أغرب عادات الجواز في مصر. صعيد مصر مليان بالعادات والتقاليد. عندك مثلا الفرح في أسوان بيقعد 7 ليالي. لا شكلنا هنقعد هنا فترة. يعني ايه هنقعد هنا فترة دي؟ هنقعد 7 سنين هنا يعني ولا هنعمل ايه؟ عندك كتب الكتاب، وبعد كتب الكتاب في عندك المولد، وعندك حنة بتتعمل عند أهل العريس، وحنة بتتعمل عند أهل العروسة. وأنا ليه جبت سيرة أهل أسوان؟ عشان أهل أسوان عندهم في ليلة الحنة حاجة اسمها ليلة الكف. بيطلع مغني جميل بفرقته اللي بتتكون من دفاف وعوات، وبيطلع له شباب من كل نكح يقولوا له كوبليه او جمله هم عايزين يعملوا عليها اغنيه. يقوم المطرب ده يرتجل اغنيه في وقتها عن الجمله دي. ده خطفوا احمد سعد، هيعملوا فيا ايه؟ اشهرهم نعناع الجنينه اللي غناها ربيع البركه، اللي بتتكون من اكتر من 30 كوبليه، ومنهم اغنيه بتناديني تاني ليه لرشاد عبد العالي، واللي يعتبر الاب الروحي لفن الكف الاسواني. وفي الليله الاخيره بيعملوا ساعتها الفرح. بس يوم الفرح الصبح بيلبس العريس الجلابيه البيضه بتاعته، بس بعد ما بيتحنن. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ اصل عقبال عندك يا حماتي، انا طالع عمره. وبيلف البلد كلها على حصان يكون شكله جميل عشان الناس تحتفل بيه وتبارك له في البلد كلها. انتوا ايه بقى عادات الجواز في البلد عندكم؟